إعلاناتك مش بتجيب نتايج في 3 أسباب رئيسية لفشل أي حملة إعلانية، هاقولهم لك دلوقتي بالتفصيل. رقم 1 وهو الtarget audience الغلط، لازم تبقى عارف أنت بتتارجت مين، ما ينفعش تكون بتبيع حاجة بسعر معين وتتارجت بيها ناس ما عندهاش إمكانية الشراء دي، إيه الجمهور بتاعك وإيه الناس اللي محتاجين المنتج أو الخدمة بتاعتك، لازم تركز في النقطة دي كويس جدًا علشان توفر على نفسك ظهور إعلانك لناس مش هتشتري الخدمة أو المنتج بتاعك أصلًا. رقم 2 وهي الcreative، لازم يكون الكرياتيف بتاع الإعلان بتاعك قوي وصريح، سواء الديزاين أو الفيديو لازم يكون بيوضح المنتج أو الخدمة بتاعتك بشكل واضح، لازم يكون ملفت، لازم يكون الكواليتي بتاعته كويسة، المنتج متصور كويس، حجمه طبيعي، شكله هو اللي على الطبيعة. وده لأن الكرياتيف مهم جدا لأنه بيشد العميل وهو اللي بيخلي العميل يقف يكمل. لازم الكونتنت يكون واضح، الكونتنت يكون فيه الرسالة بتاعتك، المنتج بتاعك يكون واضح هو إيه، ما ينفعش يبقى الإعلان مش ظاهر هو إيه المنتج ده بالضبط. رقم 3 وهو الcall to action، مهم جدًا، جدًا، جدًا يكون في إعلانك call to action واضح وصريح، يشد ويحفّز. يعني مثلًا اشتري دلوقتي قبل نفاذ الكمية، الكمية محدودة، اطلبوا دلوقتي والتوصيل مجاني، اطلبوا دلوقتي واحصل على خصم. كل دي call to action مختلفة تساعد إن العميل ياخد action في الإعلان بتاعك، إنه ياخد القرار بشكل سريع وبشكل أسرع بدل ما يتجاهل إعلانك أو يقلّب ما يركّزش معاه. جرّب النصايح دي في إعلاناتك الجاية وهتلاقي تحسُّن كبير جدًا في النتايج إن شاء الله. ما تنساش تتابعنا علشان تشوف كل جديد.